بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الوالي ابن الوالي ابن الوالي سيف الله المسلول ابن الوليد. فتعالوا ننبش أوراق التاريخ، تعالوا نستعيد الماضي، ففي قراءة التاريخ صور وعبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإذا ذكرت المعارك ذكر ذلك الرجل. إذا ذكرت العبقرية الفذة في ميدان القتال ذكر ذلك الرجل. إذا ذكرت التضحيات والبذل ذكر ذلك الرجل. خالد بن الوليد. وفي معرفة أخبار أولئك الرجال رفع للهمم وتجديد للطاقات. تعالوا نقرأ عن بطل الأبطال. ما من صغير في أدنى بلاد الإسلام ولا كبير في أقصاها إلا وهو يعرف ذلك الرجل. إنه وتبلغنا لحربه زآر وبجفه الصمصامات البتار يمحو به الظلماء عن وجه الدنا وبحده تتلألأ الأنوار وإذا امتعط الجرد. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فحمل الراية خالد وامتطى صهوة الجواد والتفت يمنة ويسرة يقيس نقاط الضعف والقوة في ميدان المعركة، فبدل الميمنة والميسرة حتى أوهم الروم أن مددا قد جاءهم. يقول خالد: تكثر في يدي يومها 9 أسياف ولم يصمد في يدي إلا صحيفة يمانية. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من ذا الذي رفع السيوف فوق الرؤوس ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. في معابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. في ظل السيوف كأننا في ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. أرواحنا يا رب فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا. هيا شباب الحق فاحذوا حذواه كصقور عز للعلا قطار. هيا وأتولوا للبلاد ضياغما تحمل عاليتها. بالأمس كان صغارنا يستقبلون الجيش في أزقة المدينة، واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا في يده غيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. ابن الوليد. أعقمت أرحام النساء أن تلد مثل خالد بن الوليد. إنه السيف الذي سله الله على المشركين. إنه خالد سيف الله المسلول. مات خالد ومات قبله وبعده كثير، لكن أناس تموت ولا يدري عنهم أحد، وأناس يموتون ويفجع العالم كله بموتهم. صدى التميز تقدم ابن الوليد. ابن الوليد، خطبة لفضيلة الشيخ خالد الراشد.